كثير يعانون من ضعف الشخصية لدرجة يصبحون منعزلين ومنطويين على أنفسهم. سأقدم لك بعض النصائح التي ستساعدك في تغيير شخصيتك بشكل كبير وتكون مفيدة لك. ضعف الشخصية هو مصطلح يستخدم لوصف الأشخاص الذين يفقدون الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرارات والدفاع عن أنفسهم. يميل الأشخاص ذوو الشخصية الضعيفة إلى التردد في مواجهة التحديات أو المخاطرة، وغالبا ما يسمحون للآخرين باتخاذ القرارات نيابة عنهم. هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الشخصية، بما في ذلك: 1. التجارب السلبية في الطفولة. قد يؤدي التعرض للتنمر أو الإهمال في الطفولة إلى انخفاض الثقة بالنفس وضعف الشخصية. 2. العادات السيئة. بعض العادات السلبية يمكن أن تؤثر سلبا على احترام الذات والقدرة على اتخاذ القرارات. 3. الاضطرابات النفسية. بعض الاضطرابات مثل القلق والاكتئاب يمكن أن تؤدي إلى ضعف الشخصية. إذا كنت تعتقد أنك تعاني من ضعف الشخصية، هنا بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في تحسين شخصيتك. 1. اكتشف نقاط قوتك وضعفك. من الضروري معرفة نقاط قوتك وضعفك حتى تتمكن من التركيز على تحسين نقاط الضعف. 2. حدد أهدافا واقعية. عندما تحدد أهدافا لنفسك، ستمنحك هدفا واتجاها. تأكد من أن أهدافك واقعية وقابلة للتحقيق لتحقيق تقدم ملموس. 3. اطلب المساعدة. لا تتردد في طلب المساعدة من الأصدقاء والعائلة أو الاستعانة بمعالج. الدعم والمساندة من الآخرين يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على تحسين شخصيتك. 4. كن صبورا. لا تتوقع تغييرا فوريا في شخصيتك. يحتاج بناء شخصية قوية إلى الوقت والجهد. استمر في العمل وسترى التحسينات بمرور الوقت. 5. تعامل مع مشاعرك. اعبر عن مشاعرك بطريقة صحية ومناسبة. قد تتضمن ذلك الحصول على الدعم العاطفي من الأصدقاء أو ممارسة الرياضة أو الكتابة في يوميات للتعبير عن مشاعرك. 6. تحدى نفسك. قم بتحديات جديدة واخرج من منطقة الراحة الخاصة بك. قد يكون ذلك عبورا للتحدث أمام جمهور أو تعلم مهارة جديدة. تحدى نفسك يساعدك على بناء الثقة بالنفس وتوسيع آفاقك. 7. تعلم من النجاحات والفشل. استفد من التجارب السابقة وتعلم منها. سواء كنت ناجحا أو فاشلا في مهمة ما، هناك دروس يمكنك استخلاصها وتطبيقها في المستقبل. 8. كن إيجابيا. حافظ على تفكير إيجابي وتوجه إيجابي تجاه الحياة. قم بممارسة الشكر والامتنان وتركيزك على الجوانب الإيجابية في حياتك. 9. اعتن بنفسك. قم بالعناية بنفسك بشكل شامل، بما في ذلك الجوانب البدنية والعقلية والعاطفية. احرص على الحصول على قسط كاف من النوم والتغذية السليمة وممارسة النشاط البدني والاسترخاء. 10. تعلم فن التواصل. قم بتعلم مهارات التواصل الفعالة، بما في ذلك الاستماع الجيد والتعبير عن أفكارك ومشاعرك بوضوح. التواصل الجيد يساعد في بناء الثقة بالنفس وتعزيز العلاقات الاجتماعية. تذكر أن تغيير الشخصية يحتاج إلى صبر وتفان. قد تواجه تحديات وعقبات في الطريق، ولكن من خلال الالتزام والعمل الجاد، يمكنك تحقيق تحسين كبير في شخصيتك وثقتك بالنفس. لا تتردد في البحث عن المساعدة إذا احتجت إليها، سواء من أصدقائك أو محترفين في المجال النفسي.